مانيش راح نعلق على الشخصيه في حد ذاتها، لانه الشخصيه لا تعنيني. ما دام ملحقه الامور للعداله، الشخصيه لا تعنيني، ولكن نتكلم على الظاهره. قال لك اليوم حكموا مؤثره، هذوك تاع التيك توك حكموها. ما انا ماني راح ناكد اخبار، ماني راح ننفي اخبار، راح نتكلم على ظاهره. قال لك حكموها، ونقرا في لي ريزو سوسيو هذه الطفله معروفه بكثره سفرها للامارات ودوري دارت والحكايات هذه، البطله نتاع قصه نتاع دوري دارت. دوك احنا ما ندخلوش في هذا الحكايه، ما ندخلش. قلت لك انا مانيش عارف كاع واش هي القضيه نتاعها، والله ما على بالي واش هي القضيه نتاعها، ولكن راني نتكلم بشكل عام الان. انتهي الامارات اللي راه هي اللي درنا في المخدرات هذو، اللي راهي تمول في المخدرات هذو، وشايف باللي ما بينها وما بين بلادك ما صنع الحداد. يعني ما صنع الحداد، يعني السيف، هذا مثل عربي، بينه وبينها ما صنع الحداد، يعني السيف. يعني رئيس الجمهورية يكون خارجة إعلامية يغسلهم غسيل الدوارة وغسيل الكرشة في الواد، وإحنا كمواطنين نشوفوا في العدوان الإماراتي على بلادنا إعلاميا. هذا الشوادة اللي راهم قاعدين يعلقوا عندنا هنا راه ذباب إماراتي خالص، خالص الإمارات مخلصته. تشوف ومع ذلك تعند. الإمارات وطني بلدي، معليش مش مشكل، بلدك وتحبيها مش مشكل، ولكن احنا نتكلموا على خلفيات. انا مانيش نحكي على هذه الطفله، انا والله ما راني نحكي، انا نحكي بشكل عام. حكيت لكم من قبل، حكيت لكم قلت لكم هل شيء طبيعي انت كإنسان طبيعي، هل شيء طبيعي انه واحد يكون نكره؟ ما راهو قال فنان كبير، فنان كبير، قال مغني عنده جمهور، ولا قال ممثل عنده جمهور، قال مانيش عارف شاعر عنده شيء، يحبوا الناس الشعر تاعو مالغري الناس ما هي لا بالشعر بشيء، او قال روائي كبير، قال فوتبولر، شخصية رياضية مهمة، يفتح تيك توك ولا يفتح يوتيوب ولا يفتح فيسبوك يجيب ملايين المتابعين وكيطلع فيديو الدنيا كامل تتبعه. معقولة، شيء معقول. لكن نكرة يفتح في تيك توك مثلا، ومن بعد تشوف انت الهدايا اسود 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 اسود، هكذا كيحكوا لي، قال لك الاسود يعني قيمه الاسد، هذاك الكادو هذاك اللي يجي في التيك توك القيمه نتاعو يعني اكثر من 6 ملايين. هو في ليله واحده يدخل 10 ولا 20 اسد، ولا ممكن يدخلهم، يعني شفتهم انا، تبعت مره قاعد نشوف فيهم. تشوف الكونتور تاع المشاهدين تاعو، تلقى عنده 20,000 متابع، 22,000 متابع. سي محمد حبس دقيقه، حبس. هذا اللي راه يدير كيما هاك، وش حكايته؟ يعني وش دار؟ ماذا قدم؟ مانيش عارف وش راه يحكي. نقعد انا نسمع، مش ما يحكي في موضوع نافع ولا موضوع مفيد، تلقى غير خلط، باين باللي المستوى نتاعو والله ما راهو فايت المتوسط، والله ويجنح، يجيب لي يدو خضراء من الجنه يحلف والله العلي العظيم ما يفوت المستوى نتاعو الابتدائي او المتوسط. وهذا الاموال اللي راهي تروح اسود ما بريش كذا، يعني وش هي مناسبتها؟ ومن بعد تسمع بعد 3 ايام 4 والله مانيش عارف، بعد مده قصيره يقول لك فتح اوتيل وفتح مطعم ودار منتجع سياحي ودار شوروم تاع سيارات فخمه ودار اسحب يا دقيقه، استنى دقيقه. روكي فيلر وما صراتلوش، يعني هذه ما فهمت. بيل جيتس ما سمعناش ذا حوايج كيما بيل جيتس بنى الثروه تاعو تمرمد يا ودي، حتى ايلون ماسك. يعني حبس دقيقة نفهموا منين جات، كيفاش جات، أعطيني هذه أبجديات من حق أي إنسان أنه يتساءل. كي تروح تبحث، روحوا أبحثوا، يتكلمونك على تبييض الأموال، وسيلة من وسائل تبييض الأموال. يعني الناس كما جماعة اللي حكموا قبيل يجيب 1000 مليار نتاع مخدرات،
باهي ينقيها تبييض الاموال او غسيل الاموال، يحطها في الماشينه لافي كما نقولوا احنا، الماشينه لافي مش ماشينه لافي، يعني يغسل الاموال هذه. كيفاش يغسلها؟ يدخلها في، باهي يبرر عمليه دخولها ويدخلها عن طريق هذو مساكن المؤثرين. يجيبوا واحد يقولوا له شوف هروح انت دير كذا منها، اقعد اشطح وقصر واحكي هكذاك في تيك توك، وحنا ندير دراهم فوت 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 فوت، هيا افتح من هنا اوتيل، اروح راني شريك او عاود الدوره تاع الدراهم، عاود جابها ولكن اموال نظيفه. نهار اللي يجوا يقولوا له من اين لك هذا، يقول لهم يعني عمليه تاع تكبيس وهدايا وصناعه محتوى، صناعه محتوى رقمي. وهي لا ماشينا لافي نتاع دراهم غسيل. خاطر هما كون يروحوا مثلا واحد كيما مثلا واحد ستار نجم كيما مثلا كيما حفيظ دراجي، ما يقدرش يديروها معاه، ما يقدروش يديروها معاه. حيله كيما هذه ما تقدرش تفوتها على واحد مرحي، ما تقدرش تفوتها عليه، ما تقدرش تلعبها له. اول حاجه يقول لك حبس نديروا كونترا دقيقه، نديروا عقد، وسنه بعد ما نديروا العقد شكون انت، من انت، وسبونسور، عقد تاع سبونسور نبرر به قدام الضرائب، ونبرر به قدام الدوله، ونبرر عقد اخويا عقد، وسنه انت شكون ومنين وعلاه وكيفاه. هذه اسئله لازم تطرح. لانه هذا هو راني نحكي لكم في المنطق والقانون والعقل وش كيفاه ينظر الى هذا الظاهر. فصناع المحتوى الرقمي من غير الناس اللي راهم يقدموا في محتوى واضح، مثلا نعطيك مثال، محتوى ممتاز ما تقدرش تناقشه، ما تقدرش مثلا خبيب، ما تقدرش مستوى طالع ما مستوى طالع انسان رافد الكاميرا نتاعو ويجول العالم ويتبع النمل الابيض، يتبع الدب الاسمر، يتبع يروح القطب الشمالي، يروح القطب الجنوبي. هذاك محتوى، نعم هذاك محتوى رائع، محتوى ممتاز. كاين واحد الراجل هو والزوجه نتاعو دايرين شركه سياحيه ويروجوا للسياحه للشركه نتاعهم، باينه اموال واضحه، يعني ناس عندها شركه وتخدم على روحها. هذوك ما نهضروش عليهم تيك توك تجاري، ما نهضروش عليهم هذا الناس، هذو بالعكس هذو نحييهم وزياده في الاقتصاد. ولكن واحد ما نكره، واحد مسمي روحه لوبيا، واحد مسمي روحه ما على باليش، وهات تشوف انت الحيه داخله خارجه قدامك. يا اخويا انا نعرف من حقها الدوله تحقق، يعني ما من حقها الدوله تحقق حقها. هذه نتكلم عن الجانب المالي. الجانب السياسي في الموضوع راهم يروجوا، كاينين صناع محتوى يخلصوا مليح، يروجوا لسرديات ضد الدوله الجزائريه. هذه يروجوا لسرديات ضد الدوله، وحابين يديروا بلبله داخل البلاد، واغلبهم هذوك اللي في الخارج، هذيك ماريا الملحده وبنقعره، هذوك حاله واحده اخرى، حاله ثانيه، فاتحين دايرين المحتوى نتاعهم دايرينه على اعداء الجزائر ومعاداه الجزائر، ويقبضوا ايضا، يخلصوا يدوا اموال نظير هذا الشيء. منين تجيه من الاموال؟ الامارات، هيا هاك تفضل اضرب البلاد هذو ايضا. فانت لما تفتح محتوى من حقك، اذا كان عندك اساسا محتوى لائق، صحيح انت ما عندك حتى شيء تقدم فيه في المحتوى نتاعك، ما كان حتى شيء، والدوله انت اساسا نتكلم عن الجانب الاقتصادي، انت تقول لك ممنوع تداول العملات الرقميه ولا شو اسمها، الدوله منعتها لحاجه في نفس يعقوب. العجل هذه الحكايه، وانت يا مدخل في الملاير وتخرج في الملاير عيني عينك، يعني وش من دوله تسمح لك بها؟ ما عندناش احنا مكتب هنا تاع تيك توك ولا مكتب تاع الاخر اللي قال ما كانش ذوك لحاجه. قال ما ندخلش هنا في التفاصيل نتاع البلاد الدوله واش راهي ناويه ولا واش تخدم، لانني ما ندخلش فيها، لانني لا اعلم، لاني لا اعرف. ولكن لما الامور تعود واضحه ويعود المسار واضح، مسار قانوني واضح، راه مسار قانوني واضح، راه ماشي ما يدنا لك حتى. شوف الدوله تاعنا فيها ميزه، والله ما تدنا ليك ولا تقرب جهتك ولا تحوس عليك اذا كنت ماشي مسقم، ماكش تدير في حاجه عارف باللي مش مليح، انت عارف باللي ما هيش مليح وتتعمد تدير فيها.
يطيح عليك الدولة، لازم هذه خدمتها الدولة، ولكن لما تتعمد تحمل مسؤوليتك. فأنا مانيش عارف تفاصيل القضية، في انتظار الجهات الرسمية تعطينا بيان حول القضية نقدر نحكوا عليها. مادام ما عطاونا حتى بيان ما نقدروش نفصلوا في الموضوع هذا، نقدر نتكلم بشكل عام برك في هذا السوجي. زيطوط، شوفوا ناكل فقرة زيطوطيات لكن نسمعوا زيطوط، تسمعوه سمعونا زيطوط الخرجة الأخرى تاعو. فقرة زيطوطيات هذه لقيتها كما فقرة بابونيات ضرورية جدا. اسمعوا الأخرى تاع زيطوط هذه التالية تاعو. تعالي زيطوط تفضل احكي. وزارة الدفاع حصار رئاسة الجمهورية سلميا ولكن بثبات حقيقي، في يوم واحد، في أسبوع واحد، في مكان واحد، وهذا المكان يجب أن يكون العاصمة. هذا المكان يجب أن يكون العاصمة، قلب العاصمة. ما تروحش حتى باش تبقى من جهة بير خادم ولا من جهة عين بنيان ولا قلب العاصمة. قلب العاصمة هو وزارة الدفاع، من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية وما بينهما، هذا هو قلب العاصمة. اختصار بسيط. إذن يا إما حصار لرئاسة الجمهورية يا إما حصار لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع الحكم الحقيقي من الخلف، رئاسة الجمهورية الواجهة. في كافة الأحوال هذا يرعبهم أمام القوى الخارجية، خاصة اللي راهم يعاونوهم، يقولوا لهم انتم راكم تلعبوا لنا بالنظام في الجزائر، راكم مش قادرين تتحكموا في البلاد. هذه نصائحي لكم جميعا، سواء كأساتذة كمقصيين كمتعاقدين. بالله وبمجرد زيطوط ثاني يعني كي يشوف صار له كيما المراركه، كي يشوف ماء عكر كيما سمك الشبوط يروح ليه. يعني هنا علاه ما تجيش زيطوط انت وتحاصر وزاره الدفاع. زيطوط قال لهم روحوا حاصروا وزاره الدفاع. تشوف هو يتكسل في لندن، متكسل هكذا قاعد في السياره تاعو ويقول للناس يوهر فيهم، قال لهم روحوا حاصروا وزاره الدفاع. شفتوا خماج وزباله اكثر من هذه؟ والله ما شفتوا. عمرك ما تشوف زباله كيما هذه. روحوا حاصروا وزاره الدفاع، مش يعني يوهر فيهم، يلوح فيهم على راسهم طول، يرمي في الناس على راسها. يعني ما هات لي اي دوله في العالم، اي دوله، اي بلد في العالم، الولايات المتحده الامريكيه، اوروبا، الخليج كذا، هات لي اي بلد في العالم ناشط سياسي يقول للشعب روحوا حاصروا وزاره الدفاع. ما عدا هذا السكير، هذا العربيد اللي يعني تعرف وشني الغايه نتاعو الخبيث؟ الغايه نتاعو هو يضرب الجيش والشعب، يضربهم بعضهم، يتضاربوا فيما بيناتهم. هذه الغايه تاعو الحيوان، ما عندوش غايه واحده اخرى بالك تحسب راه داير فيني. هذه اللي في نيته. طبعا ما كاش اللي يسمع له، هو عارف ومتاكد بلي ما كاش اللي يسمع له. بصح هذا الكلام راهو يقول فيه اولا به يوجع لنا قلوبنا، هذه الغايه الاولى بمعنى احباط المعنويات، وايضا يحبط به معنويات الجيش والشعب. كلام كما هذا راه يقول فيه. ومع من راه يتكلم؟ مع من راه يتكلم هنا؟ يوجه في كلامه للاساتذه المتعاقدين، اولادنا وخاوتنا الاساتذه المتعاقدين. يا زيطوط يا ذيل الكلب، اولادنا المتعاقدين تاع الاسره التربويه ناس وطنيين ويحبوا البلاد، وما يسمعوا لكش انت يعتبروك خائن ويعتبروك عميل. رد بالك داير في ذهنك باللي راه كاين اللي يسمع لك ولا كاين اللي يقيمك. ولادنا الاساتذه المتعاقدين حقهم انهم يحتجوا ويطالبوا انهم يتوظفوا، لانهم تم التعامل معهم في سنوات سابقه، والخبره تاعهم تؤهلهم على انهم يتولوا ويشدوا مناصب. بصح باش يجيبوا هذا الحق يجيبوه بالنضال السلمي. ارفعوا دعوى قضائيه في المحكمه. شوف مصطفى بونيف عايش في بلادي، كيف نقول له وليداتي وخاوتي واهلي الاساتذه المتعاقدين
ارفعوا دعوى قضائيه في المحاكم الاداريه ومجلس الدوله، اشكوا عن طريق العداله، وتبعوا الملف تاعكم عن طريق العداله، وكلوا محامي ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه محامين زينين، وكلوهم اعطوا لهم الملفات نتاعكم، وخلوا عليهم هم يتبعوا لكم القضيه نتاع التوظيف تاعكم، يتبعوها عن طريق القانون، ولا تكلموا مع الناس الوطنيين اللي يحبوا البلاد كما حالتي انا. هاي نحكي عليكم، قال نوصلوا نداءكم للسلطات. اما انكم انه واحد هايشه كما هذا بغل كما هذا، يعني كاينين اكيد اللي بعثوا له، والله هو شاف المواقع ولقاهم باللي يطالبوا بحقوقهم، حب يستغلهم، روحوا حاصروا وزاره الدفاع. شفتوا وساخه في حياتكم كما هذه؟ عمرك ما تشوف وساخه كما هذه، عمرك. وسيطوط انا قلت لكم حلمه هو حلم تاعو، يعني واحد يحلم يسكن في قصر، واحد يحلم يدخل الجنه، واحد يحلم يتزوج بكذا، كل واحد كيفاش عنده احلامه في الحياه هذه. الحلم تاع زيطوط هو انه يشوف الدم يسيل في الجزائر، اقسم بالله غير هذا هو الحلم تاعو. يتمنى يدعيها، يدعي ربي بها، يقول له يا ربي نشوف الدم في الجزائر برك، نشوف الجزائريين متقاتلين كيما التسعينات متقاتلين والدوله مدمره. هذا وش هو حاب، هذا هو حلم حياته. والا ما كان السلوكات الشاذه اللي يدير فيها ويزيد يحرض في اولاد الناس، يرمي فيهم، يعني يوهر فيهم، روحوا حاصروا سيدي. هاي حاصر وزاره التربيه، عليه حاصر وزاره الدفاع، يعني عليه وزاره الدفاع بالذات، يعني قضيته مع وزاره الدفاع قضيه تاع مقاجيه ولا قضيه تاع علاه يعني بالذات. احنا نقول لهم لا، احنا نقول لهم طالبوا بحقوقكم عن طريق العداله، عن طريق القانون، عن طريق الصحافه، عن طريق البرلمان. ايه ابعثوا رسائل للنواب تاع البرلمان، والنواب تاع البرلمان يحكوا عليكم. ابعثوا للسيناء اعضاء مجلس الامه يحكوا عليكم. ابعثوا للصحفيين يتكلموا عليكم. وهاني انا لما تحدثت تكلمت عليكم وتكلمنا، والصوت نتاعكم والله غير الحق الوزير التربيه، والله غير الحق للدوله، وشافوه وسمعوه، وسوف تستمعون الى اجابه الدوله ان شاء الله. وراه كاينه مسابقات واحده اخرى، وراه تفتح مناصب بالنسبه للاحتياط وبالنسبه للمتعاقدين. واللي ما كتبلوش ربي الخبز نتاعو اللي ما كتبلوش ربي الخبز نتاعو في التعليم، تجي خبزه في جهه اخرى، ما تقعدوش تاكلين على التعليم. انا واحد من الناس والله ما نشجعكم عليه، انا تحوسوا على الصراحه، يعني حاجه تحبوني، انا انسان صريح ونحبكم وتحبوني وخاوتي والله العظيم. يبدو روحوا للاعمال الحره، روحوا للتجاره يا ودي، التجاره دير الشركه نتاعك، روح دير هاك واك، راكم شباب. انا كون يرجع بيا العمر يعود عمري 20 عام ولا 22 عام والله العظيم غير ندير عجب في الارض وفي السماء. انا فتره شبابي قضيتها في الارهاب يا رب العالمين، قضيناها في العشريه السوداء. ما كانش عاد الامكانيات اللي راهي متاحه لكم، ما كانتش متاحه لينا احنا في هذاك الوقت. كان غير الخدمه، كانت غير الوظيفه نتاع الدوله. ما هو رخطيكم الوظيفه نتاع الدوله عفكم منها، والله ما راهي مليحه. يروح خلوه قالوا انت يروح شوف دير تجاره، حوسوا شوفوا كيف ديروا تعاملوا مع البنوك، كونوا شاطرين، حوسوا ما تبقاش يا نخدم في التعليم يا ما نخدمش. والله واش تخدم في التعليم، واش تخدم، يعني الاجر محدود، الاجر محدود، مش هي حاجه كبيره. توقيت محدود، محاصر. شوف افاق ارحب، ما نجحتش في المسابقه خلاص ما كتبهاش ربي، هذيك ربي سبحانه ما حبلكش هذه، ربي شايف لك الخير في شيء اخر. وما دامك متمسك بانك تقري، ما خلاص التعليم ضارب لك في الراس، راك حاب تقري مهنه بسيطه وسهله وتشوفها باللي يلا فوت معليش. دير الوسائل السلميه للمطالبه بحقوقك، القضاء، الصحافه، البرلمان، وصل نداءك لعل وعسى الدوله تتحرك وتحرك الدوله يعني مع الوقت تتحرك، مش راح تسكت، يعني مش راح تخلي لك حقك يضيع كما هيك. شكرا جزيلا سي بودرة 220، شكرا بارك الله فيكم. ايه بالمناسبه باش ما ننساش، والله بالمناسبه يا جماعه، لا اله الا الله محمد رسول الله. البارح انا واش قلت لكم؟ انا ما طلبتش مال، ما اعطوني دراهم انا ولا اعطوني اموال ولا ما هدرتش، ما قلتش انا هذا المعنى هذا ابدا، ما قلتوش وما نقولوش، لانه جاوني اتصالات من ناس يكثر خيرهم ربي يحفظهم،
مصطفى ندعموا ماليا وندعموا كذا. كثر خيركم، بارك الله فيكم، صحيتوا على هذه المشاعر الطيبه، اهلا وسهلا كذا. بصح انا ماهوش هذا هو الطلب تاعي انا والغرض نتاعي. لا، انا قلت لكم ابونمون، ادخلوا عاونونا بالجام، عاونونا بالبارطاج، ادخلوا شاركوا في القناه. معليش كي تعود كاين هكذا كيما هكذاك، هذه راهي مليحه، هذه الهدايا هكذاك اللي تجي مليحه للقناه باش نحافظوا عليها، يعني بالنسبه يعرفوا بلي انا ندخلوا في دراهم، او القناه يدخل اليوتيوب يشوفنا ندخلوا دراهم واليوتيوب يقسمها يديها بالنص. هذا مش عارف شحال بعث 100 ولا مش عارف شحال بعث، هي تقسم مع تديها ثلاث ارباعها تديها يوتيوب، راح نديها انا والله راح تديها اليوتيوب. يقول لك هذا وعلى الاقل كاين دراهم هاي تدخل منه، تجي السينيال شويه يخفف علينا السينيال. لما ممكن تعرفوا الصوالح هذه جماعه نتاع التيك توك، راكم تعرفوا الصوالح هذه، راكم تعرفوا هذه الحوايج. مثلا طريقه من طرق الحفاظ على القناه. ولكن انا ما نحرجش الناس، انا يا عمري ما نحرج واحد ابدا. كيفاش انا نقول له خلصني ودير؟ ما هذه مش احنا ما طلبناهاش من الدوله، نطلبوها من الشعب، ما طلبناهاش من الدوله ما طلبناهاش. دوله وراني ما قلت لهاش دعميني واعطيني والله مدي لي، لانه هذا امر راني قلت لكم طواعيه مني. كيف نطلبها من الشعب نقول له اعطيني خلصني؟ هذا نعلو الشيطان. مليحه المشاعر الطيبه، عجبتني. عيطوا لي اليوم زوج، واحد من جهه سطيف، كلمني واحد من سطيف وكلمني واحد من ورقله. بارك الله فيكم، صحيتوا، بارك الله فيكم. وهم في زوج في الخارج يعني عايشين، لا واحد هنا في الجزائر واحد في الخارج. بارك الله فيكم. لا والله العلي العظيم غير فضلتوا على راسي. انا تكلمت بعد حكيت مع اسامه، تكلمت مع اسامه واش خصنا يعني، واش الحاجه اللي خصتنا. قال لي حوايج تاع ديكور. قال لي استاذ خليك التليفون مليح، انا التليفون اللي نخدم به تليفون هايل، تليفون من اروع ما يكون، الجوده تاعو ممتازه. التليفون اللي عندي راه خير من الايفون اللي راني نخدم به، اغلى منه اللي نخدم به. والميكروفون هذا ثاني نوعيه جيده، كنتم تسمعوني لا باس. الديكور راني هكذاك ان شاء الله. خطره بزاف انا اصدقاء قالوا لي رجع الفوتوي ودبر راس، قالوا لي القعده تاع الفوتوي هي اللي رانا حابينها. باذن الله بالك غدوه ولا بعد غدوه نعاود اثاث الدار، نعاود يعني الديكور نعاود ننقلوا ونرجع نقعد نتربع كما كنتوا تشوفوني. معليش مش مشكل، مادام عجبكم هذاك الديكور. انا هذاك تسينيالا لي، هذاك الديكور تسينيالا لي والله، غير سينيالاو على جال الكتاب الاحمر هذاك. بصح يا تحوسوا تحبين ترجعوا الديكور. بصح انا مانيش نكلف الناس، ما دوختني الحكايه هذه. انا ما يعني حسيتهم ساكن واحد، حسيته شغل يكلف في روحه. ما تكلفش روحك يا راجل، ما تكلف روحك ما والو. انا لما نتكلم على هذا الموضوع انا حبكم لابونمون، نحب نفرح كي نلقى لابونمون طالعه، يعني الناس يدخلوا للقناه ويسجلوا فيها تطلع، ونفرح زعما. معليش عفسه كيما هذا اللي دار هذا الاخ مليحه، يعني مليحه من باب واش مليحه، لان هذه القناه توقفها، يعني ما تعود تواجه السينيال. باسكو هما اليوتيوب الحسابات نتاعو ولا تيك توك ولا حساباته تجاريه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك خويا العزيز، شكرا جزيلا. حسابات التيك توك تجاريه، مش حساباته تجاره، دراهم. يلقاك تدخل دراهم كيما التيك توك، تدخل دراهم. هذيك الهدايا هذيك ما تديهاش انت، ثلاث ارباعها بالك 75% منها يديها التيك توك ولا يديها اليوتيوب. كي تتسينيالا يقول لك هذا كون يغلق ما نعودش ندخلوا دراهم، تبقى القناه نتاعك محفوظه، تكون كاينه صعوبه في اغلاقها. بصح كي تولي كيما الحاله تاعنا احنا، انا اصلا مديرين لي حظر الادسنس هذاك، جوجل ادسنس داير حظر يعني. وانا مانيش ما يهمنيش والله، ما يهمني الحمد لله، راني خدام ونخلص لاباس عليا وعايش بكرامتي، رائع كاع هايل كاع، راني هايل، مانيش محتاج والله، ما راني محتاج لي، انا مانيش محتاج. ما قبل نحكي مع اسامه قال لي يا استاذ، قال لي بيناتنا، قال لي انت راه عندك هاتف الله يبارك ما شاء الله، وميكروفون ما شاء الله، والاناره عندي هكذا عمود تاع اناره والضوء هذا هايل ما شاء الله. قال لي علاش يا استاذ؟ قال لي ما نحتاجو ما نحتاجوش. قال لي خلي قال لي كيما خليها تكمل. قال الحمد لله يا ربي، ما نكملوا كيما هكا. الغدوه نرجع المكتبه، نرجعها نحطها ورا الفوتوي كيما راكم حابين، ونعاود نرجع القعده نتاعي عروبي هذيك اللي كنت دايرها وقصرة، وفوت ساعة في اليوم وساعة ونصف في اليوم، ما ضرت حتى واحد. لا راني ما فهمتوا. كاين اللي يقدروا كلامي يقدروه خطأ يعني. ما أنا إن شاء الله لي ما نكلف حتى واحد، إن شاء الله ما نكلفوا حتى واحد، وبالعكس نزيدوا من جيوبنا. هي فقرة دقيقة قدام لي، تفضل.
وهكذا شفنا كلمات الإعلام الجزائري وعلى رأسهم المدافع السابق وأسطورة دفاع المنتخب الجزائري جمال بالعمري حول أداء المنتخب الجزائري الرائع جدا، خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة للمنتخب من دون أي هجمة للمنتخب الغواتيمالي. هذه المباراة التي بهذا الحال أنها لا تشير إلى أي شيء إلى الآن، غير أن منتخب غواتيمالا طبعا ليس من نفس مستوى المنتخب الجزائري. لعب يعني فاتح اللعب. لم نلاحظ اختراقات كثيرة من المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري وجد سهولة، خاصة أخطاء الحارس الخاص ب منتخب الغواتيمالي. طبعا شفنا الأخطاء مثل ما شفتوا 4 أخطاء جاء منها الهدف الأول، وكان قد نسجل أهداف أخرى. بالنسبة للهدف الثاني كان عن طريق مثل ما قال جمال بالعمري كرة ثابتة ضربة جزاء، لكن طبعا هذا جزء من كرة القدم. والهدف الثالث والذي هو هدف مميز جدا عن طريق تسديدة صاروخية. مثل ما قلنا في أول مشاركة له طبعا اللاعب أشرف عبادة المدافع المتميز جدا سجل هدف عن طريق كرة صاروخية قذيفة، جاء منها الهدف طبعا الثالث للمنتخب الجزائري لينهي به الشوط الأول. طبعا كرة أخرى جاء منها الهدف الرابع عن طريق حسام عوار، اللاعب الذي كنا نحتاجه جدا في المنتخب في كأس أفريقيا، مثل قويري، لاعبين يعني أدائهم لا تجد مثلهم في المنتخب الجزائري. حسن عوار شفنا يعني تطور أداء لاعب في خاصة مع نادي الاتحاد السعودي، قدم أداء جيد جدا في الدوري السعودي، ولا يعني شفنا أداء في أرضية الميدان. طبعا كنا نريد أن نشوف أسماء أخرى لأول مرة. الحارس ماستيل لم يتدرب أو لم يسدد عليه أي تسديدة طبعا، لكن يعني سنراه يمكن في المباراة القادمة التي ستكون أصعب ضد منتخب الأوروغواي الذي يلعب حاليا ضد منتخب إنجلترا، مباراة قوية جدا، إلا أن منتخب الأوروغواي ربما سيلعب المباراة ضد منتخب الجزائر بتشكيلة ثانية، لأنه حاليا يلعب مباراة أقوى مثل ما تعرفون ضد منتخب إنجلترا. ستكون هناك يعني يمكن تبديلات أو نشوف لاعبين لأول مرة، لكن طبعا راح تكون آخر اختبار قبل بداية كأس العالم، وبعدها راح نشوف المنتخب يعني هل هو قادر على تقديم الشيء المفيد أو لا. والتذكير أيضا أن المنافسين الخضر منتخب النمسا سحق منتخب غانا 5-1 أداء ونتيجة، بالإضافة أيضا إلى منتخب الأردن الذي أنهى مباراته ضد الأكوادور بنتيجة 2-2. وبالتوفيق للمنتخب الجزائري في المقابلات الودية والمنتخبات أو المقابلات الرسمية.